مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. نشرة أخبار الفضاء الإريترية لهذه الفترة يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها بالأخبار الداخلية. بعث رؤساء جمهورية الصين الشعبية وجمهورية الجزائر وجمهورية كرواتيا ومملكة السويد ببرقيات تهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة عيد الاستقلال المجيد. وأعرب رؤساء جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ والجزائر عبد العزيز بوتفليقة وكرواتيا كوليندا غرابار كيتاروفيتش وملك السويد كارل غوستاف في البرقيات التي بعثوها باسمهم واسم شعبهم. عبروا عن تمنياتهم بوفور الصحة لفخامة الرئيس السياسي أفورقي والرخاء والازدهار لإريتريا وشعبها. وقال الرئيس بوتفليقة: انتهز هذه السانحة السعيدة لأعرب لكم عن حرصنا الدائم على العمل سويا من أجل تعزيز روابط الأخوة ودعم علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات بما يحقق تطلعاتهما إلى التقدم والرفاه. كما لا يفوتني أن أجدد لكم عزمي على مواصلة العمل معكم لتوحيد جهودنا المشتركة من أجل تحقيق مقاصد الاتحاد الإفريقي في مجال السلم والاستقرار والتنمية. احتفل إقليم القاشبركة بالذكرى 27 للاستقلال المجيد رسميا يوم أمس 20 من مايو في مدينة بارنتو على مستوى الإقليم. وقال حاكم الإقليم السيد فيسايا هايلي في الكلمة التي ألقاها في المناسبة التي حضرها كبار المسؤولين في الحكومة والضيوف المدعوين أن التضحيات الكبيرة من أجل الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية تعكس مدى اعتزاز وفخر الشعب الإريتري باستقلاله. وأوضح أن العمل جاري لتعزيز المشاركة الشعبية للدفع قدما ببرامج التنمية والتصدي التي انطلقت بتنظيم متجدد، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت حتى الآن أظهرت نتائج جيدة. من جانبها أشاد رئيس لجنة الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح بالجهات التي أسهمت في إنجاح الاحتفال، وقال أن من المفرح مشاهدة انتقال مضمون الاحتفالات الوطنية والتي أصبحت جزءا من القيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة لكونها تعكس التضحيات المقدمة. هذا وقد شهد الاحتفال باقة من البرامج الفنية المصحوبة بالرقصات الفلكلورية التي قدمتها فرقة الفنون الشعبية بإقليم القاشبركة، وعرضا للمشاركات العسكرية وعروض الطلاب والفعاليات الموسيقية والمسرحية. الجدير بالذكر أن احتفالات إقليم القاشبركة بعيد الاستقلال كانت قد بدأت على مستوى المديريات في 10 من مايو وستستمر في المديريات المتبقية خلال الأيام القادمة. نظم اتحاد العمل القوى بالتعاون مع مفوضية الثقافة والرياضة سباق الماراثون للذكور ونصف الماراثون للإناث والعدوى الجماعية أمس الأحد بمناسبة الذكرى 27 للاستقلال. وانطلق السباق المنظم ضمن احتفالات البلاد بعيد الاستقلال وبمشاركة العدائين من الجنسين ومن مختلف الأعمار من مبنى نقفة هاوس وحتى ساحة الفاتح من سبتمبر بالعاصمة أسمرة. وفاز في سباق الماراثون للذكور العداء حاج حامد من الإقليم الأوسط، ونصف الماراثون للإناث العداء قسانة ماريك أوس من الإقليم الجنوبي. وأوضح الفائزان في السباق أن السباقات التي تنظم بمناسبة أعياد الاستقلال تسهم إلى جانب زيادة حفاوة الاحتفالات في اكتشاف القدرات الجديدة ودفعها للمسابقات الدولية. في غضون ذلك نظم سباق العدوى الجماعي للاستقلال في مدينة كرن لمسافة 5 كيلومترات و500 متر نظمته أقسام قيادة الجيش الشعبي. وانطلق السباق من منطقة حشرة على بوابة أسمرة لينتهي بدوار وسط المدينة، حيث شارك فيه عدد كبير من أفراد الجيش والشرطة. تنظم بمناسبة الذكرى 27 للاستقلال عروض فنية في دور السينما تعكس مسيرة الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية وإعمار البلاد. وتقدم العروض الجارية في سينما أزمرة وروما بمشاركة الفرق الوطنية للموسيقى والمسرح بمشاركة فرق مصرية وروسية. وتضم العروض الاستعراضية التي تقدمها الفرق الإريترية التراث وقيم المجتمع ودوره في الوئام والاحترام المتبادل وأنشطة التنمية والتصدي خلال سنوات الاستقلال، وكذا الموضوعات التاريخية التي ترتكز على القصص الواقعية. هذا وسيستمر عروض الفرق الوطنية والأجنبية حتى 23 من مايو. تم اقتلاع وإحراق مزارع الذرة الشامية والذرة الرفيعة التي ظهرت فيها دودة الحشد الخريفية في ضواحي عد رسو وميحبار والعيتن وقندع وقحتيلاي وعدشومة ومتكل أبيت وشباح بمديرية قندع. وقال خبير الزراعة في المديرية السيد تسفقابر تسقاي أن العمل الذي استمر الأسبوع شارك فيه أكثر من 1500 مواطن
جرت خلاله اقتلاع مساحة 17 هكتارا من الذرة الشامية و46 هكتارا من الذرة الرفيعة، وأشار إلى القيام بعمليات مراقبة وتجوال في المزارع لمكافحة هذه الدودة الخطيرة تماما قبل حلول موسم الأمطار. هذا وقد نفذت إجراءات مماثلة لمكافحة دودة الحشد الخريفية في مديريات فرو وأفعبت ونقفة بإقليم شمال البحر الأحمر. يقوم سكان مديرية حمل مولو بإقليم عنسبة بأنشطة نفير ناجحة لحماية التربة وحفظ المياه منذ منتصف شهر فبراير. وأوضحت مديرة المديرية السيدة عائشة على النور أن البرنامج المنفذ في 9 ضواحي يشمل أيضا بناء وصيانة الطرق والمدارس وبناء المساكن للمحتاجين. وذكرت بأن نفير حماية التربة وحفظ المياه يجري بإشراف خبراء الزراعة في أماكن مختارة مسبقا، مشيدة بالمشاركة الشعبية القوية. من جانبه أشار خبير الزراعة السيد موسى جبر ميكائيل عن بناء حواجز مائية على سد موشا بضاحية فردارب سعته 380 متر مكعب ومدرجات بطول حوالي 6000 متر، وأشاد بالتنظيم الجيد للإدارات والمشاركة الشعبية. كما نفذت أنشطة مماثلة في مديريتي عرزة وجندع، وفي ضاحيتي عد بيزا وحتينة قام السكان بشق الطريق المؤدي إلى المنطقة من طريق مندفر عرزة والتعجيل ببناء السد المخطط له في المنطقة. وفي مديرية جندع قام أعضاء مركز تدريب القوات البحرية والشباب العمال والطلاب بتجهيز حوالي 2000 حفرة لقرصها بالأشجار في إنبات كلا ونفاسيت ودونغولو وضواحي جندع، إضافة إلى بناء الحواجز والمدرجات. قال المدير العام للخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد حمد علي أن الجهود التي بذلت لحصول المواطنين على الخدمات الاجتماعية ساعدت كثيرا في تجمع القرى. وأوضح في مقابلة مع وكالة إيرينا بمناسبة عيد الاستغلال بأن أغلب سكان الإقليم كانوا يعيشون في قرى متناثرة قبل الاستغلال ويعانون فيها من انعدام الخدمات الاجتماعية، لا سيما خدمات المياه للإنسان عامة والماشية خاصة. وقد جرت عملية إرساء الخدمات الاجتماعية في أماكن مختارة بعد الاستغلال ليسير السكان حياة معيشية مستقرة. وأشار إلى حصول أكثر من 80% من سكان الإقليم على خدمات مياه الشرب الصالحة، وزيادة عدد المدارس بنسبة 600% لتصل إلى 79 مدرسة، وارتفاع عدد الطلاب بأكثر من 330%. وأوضح عن إنجازات كبيرة في المجال الصحي وإحداث تغيير كبير في العادات بفضل خدمات رعاية الأمومة والطفولة والولادة والخدمات الصحية الأخرى. كما أكد على مواصلة عملية تجميع القرى المتبقية لتقديم خدمات اجتماعية أفضل. نظم سمينار في ضاحية عزقة بمديرية بريق بالتنسيق بين وزارة الزراعة وقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط حول الاستخدام الجيد للأراضي وأساليب زيادة الإنتاج الزراعي. وناشد المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في الإقليم الأوسط السيد هيلي ميكائيل إيوب ناشد المزارعين بضرورة اتباع الأسلوب الفعال في استخدام الأراضي وعدم استخدام المبيدات الحشرية دون معرفة المهنيين إدراكا لأضرارها الصحية، داعيا المزارعين من ذوي الخبرة لنقل المعلومات المقدمة إلى المزارعين الآخرين. ومن جهتهم دعا خبراء الزراعة المزارعين للاستفادة من المحاضرات التنويرية المقدمة باستمرار للانتقال إلى الزراعة الحديثة وحل مصاعبهم، مؤكدين على استعدادهم لتقديم الدعم اللازم. وأوضح المزارعون من جانبهم أن النقاط التي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية. وذكر مدير مديرية بريق السيد تسفو تسفاسيون مميزات تقديم المعارف والمعلومات الآنية للمزارعين في حل مصاعب، داعيا للكف عن رش المبيدات الحشرية باستمرار وتخصيب التربة بالأسمدة الطبيعية. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، ابقوا معنا. على الصعيد العالمي، أفادت تقارير إخبارية أن دبلوماسيين من أوروبا والصين وروسيا يناقشون اتفاقا جديدا بشأن إيران. وذكر صحيفة فيلت إم زونتاغ الألمانية أن الاتفاق الجديد يعرض على إيران مساعدة مالية للحد من تدخلها في المنطقة وتغليظ تطويرها للصواريخ البالستية على أمل إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في عام 2015. ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة بالاتحاد الأوروبي قولها أن المسؤولين سيجتمعون في فيينا خلال الأيام المقبلة تحت قيادة الدبلوماسية الكبيرة بالاتحاد الأوروبي
هيلغا شميد لمناقشة الخطوات التالية بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 8 مايو الجاري الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الصحيفة أن ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين ستشارك في الاجتماع، لكن الولايات المتحدة ستغيب عنه. ولم يتضح ما إذا كانت إيران ستشارك، حيث ترفض طهران دعوات في الماضي للحد من برنامجها للصواريخ البالستية. قال بيان مشترك صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية والصين أن البلدين اتفقا على اتخاذ إجراءات لخفض العجز التجاري الأمريكي في مجال البضائع من خلال دفع الصين لشراء مزيد من السلع الأمريكية وخاصة المنتجات الزراعية والطاقة. وجاء في البيان أن هنالك توافق على اتخاذ إجراءات فعالة لإحداث خفض جوهري في العجز التجاري لدى الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين في مجال السلع. جاء البيان في ختام محادثات استمرت يومين بين البلدين شارك فيها عدد من الوزراء الأمريكيين ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي. وكان الرئيس دونالد ترامب قد جعل من خفض العجز التجاري بين الولايات المتحدة والصين تعهدا أساسيا في حملته الانتخابية. من عدة هجمات خطيرة في النهاية، لكن الفريق دافع بشكل مميز ليحتفل كونتي بأول كأس محلية له كمدرب بعد مشاهدته لخسارة فريقه أمام أرسنال قبل نحو عام. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.